التهاب القولون كلمه بنسمعها كتيره كده والناس بيقولوها وهم مش فاهمينها. اي وجع في البطن يقول لك عندي التهاب في القولون. لا، التهاب القولون ده حاجه يعني مهمه وتشخيص لوحده، لازم نعرفه ايه هو. التهاب القولون بيبقى فيه التهاب وتورم في البطانه الداخليه بتاعه القولون والمستقيم. طيب التهاب القولون ده ليه انواع؟ اشهر نوع فيه اسمه التهاب القولون التقرحي، وده بيبقى مرض مناعي بيحصل في الجسم، بيحصل تاكل في بطانه القولون. في التهاب قولون نتيجه عدوى بكتيريه او فيروسيه. في التهاب قولون بيحصل بنقول التهاب مجهري، وده لازم بيبقى تشخيصه بمنظار وبيتاخد عينه يتحلل، ممكن المنظار العادي ما يبينش فيه اي حاجه. في التهاب قولون برضو بيجي نتيجه جلطات بتصيب الاوعيه الدمويه اللي هي المغذيه للقولون. طب ايه اعراض التهاب القولون عشان نبقى عارفين كده ايه الحاجه اللي هتظهر عندك وتخليك طول عندك التهاب قولون؟ بيكون في الام في البطن وتقلصات وفي انتفاخ في البطن، وده زيه زي بقيه اعراض امراض ثانيه، لكن هو بقى التهاب القولون بيكون مصاحب باسهال ونزول دم مع البراز وفقدان وزن. دي حاجات مميزه ليه، بيكون في فقدان للوزن مع الدم واسهال واحيانا ارتفاع في درجات الحراره. هنشخص ازاي بقى التهاب القولون؟ التهاب القولون لازم يتشخص منظار للقولون، وبيتاخد عينه وبيتم فحص العينه دي بتاكد التشخيص. بنعالجه لالتهاب القولون بشرب سوائل كتيره جدا، بناخد ادويه مضادات حيويه، ادويه مضادات للالتهاب، ادويه مثبطه لمناعه الجسم، وادويه اللي هي علاج الاسهال والالم المصاحب ليه. طب اهم من العلاج بنقول الوقايه. الوقايه ازاي من التهاب القولون؟ بشرب سوائل كتيره جدا، ممارسه الرياضه، نظام غذائي صحي ومتكامل، وبنخلي الوجبات بتاعتنا وجبات صغيره 4-5 مرات في اليوم، وجبات صغيره. اهم حاجه بقى امتناع عن التدخين، امتناع عن شرب كحوليات وشرب الكافيين والمياه الغازيه، الحاجات اللي فيها ماده حافظه والسين بنمتنع عنهم. ده بيريح الدنيا شويه وبيساعدنا في علاج التهاب القولون. وبنبعد عن الحاجات اللي هي سبايسي، وبنبعد عن التوتر والقلق، ونحاول نمارس رياضه. بنتمنى السلامه للجميع. معاكم دكتور اكرم ميلاد، استشاري الجراحه العامه وجراحات الشرج والقولون وعلاج امراض الشرج بالليزر. تابعونا.